باشمهندس محمد، انا خلصت في الشقه عندي بنود التاسيس، ممكن تقول لي ايه هي البنود اللي جايه؟ بص يا هندسه، بعد بنود التاسيس بندخل على بنود التشطيب، واول بند في بنود التشطيب هو بند الجبسن بورد، سواء اذا كان عندي فلات او كنت هعمله بيت نور او اي شكل انا عايز اعمله. بخلص الجبسن بورد للشقه كلها ما عدا الحمامات والمطبخ، بسيبهم بعد تركيب السيراميك بتاع الحوائط علشان العلاقات ما بين الجبسن بورد او ما بين نهايه الجبسن بورد مع نهايه الحوائط السيراميك. البند اللي بعد كده هو بند السيراميك. وطبعا بند السيراميك لو كنت هركب بورسلين في الاول كان لازم اعمل له التاسيس بتاعه من الاول من مرحله التاسيس، وده علشان البورسلين لازم اكون صابب الارضيه بتاعته. رقم ثلاثة بند الدهانات، وبوصل الدهانات لحد مرحله البطانه، وبوقف على كده اكمل باقي البنود وارجع اشتغل في الدهانات. البنود اللي بعد كده او رقم أربعة هو بند تركيب الابواب، ولو كان عندي تجاليد بركب التجاليد في نفس الوقت ده. رقم خمسة وهو تشطيب الكهرباء. تشطيب الكهرباء يعني تركيب الفيش والبرايز والشاسيهات وكل ما يتعلق بالكهرباء ما عدا الفينش النهائي بتاع الكهرباء. رقم ستة استكمال الدهانات، بمعنى اني بشطب الدهانات لحد الوش الاخير. واخر حاجه هو رقم سبعة تركيب الصحي وتقفيل كل حاجه في الكهرباء، وبكده ابقى اكون خلصت الشقه عندي.